ايه رايك لو عرضت عليك عرض حلو هو انك تتعلم الانيميشن او تحريك الشخصيات بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده؟ يا اسطى كفايه نميمة عليا يا اسطى. يا اسطى ايه ده ما تيجي نشوف الموضوع ده بيقول ايه. لو انت بدات تتعلم الموشن جرافيكس فانت اول برنامج بتتعلمه هو برنامج الافتر افكتس. بيبقى عندك دايما مشكله في تحريك الشخصيات، ولو انت فعلا اتمكنت من تحريك الشخصيات على برنامج الافتر افكتس بتقابلك مشكله، وهي انك الجهاز بيبقى تقيل جدا في تحريك الشخصيات، وامكانيات الافتر افكتس في تحريك الشخصيات بتكون محدوده جدا. بلس ان برنامج الافتر افكتس تقيل جدا في تحريك الشخصيات فوق ما تتخيل. وكمان برنامج الافتر افكتس اصلا ما فيهوش ادوات لتحريك الشخصيات، انت بتحتاج تنزل بلجن خارجي او سكريبت خارجي زي مثلا الدويك باسل او الكاركتر تول او الرابر هوز. دي سكريبتات بتضيفها جوه الافتر افكتس زي برنامج صغير بتضيفه جوه البرنامج الاساسي اللي هو الكبير اللي هو الافتر افكتس، يعني عشان تقدر تحرك شخصيات. دي حاجات بتضيف لك ادوات لتحريك الشخصيات، لكن البرنامج نفسه مش مؤهل قوي لتحريك الشخصيات، ومع ذلك بيطلع منه نتائج حلوه مفيش مشكله، بس بتعاني قوي فوق ما تتخيل. فهنا بقى يجي دور برنامج الموهو. برنامج الموهو اكتر برنامج بروفيشنال قوي في تحريك الشخصيات في نوعيه الانيميشن اللي هو الديجيتال انيميشن، اللي هو التحريك ان انت بترسم الرسمه جاهزه وبعد كده تعمل لها رج او تبني لها هيكل عظمي عشان تقدر تتحرك. احسن برنامج بيعمل الموضوع ده هو برنامج الموهو. وكمان برنامج الموهو بيكون خفيف جدا على الجهاز فوق ما تتخيل، وسهل الاستخدام جدا، بصراحه اسهل بكتير من الافتر افكتس. الافتر افكتس مليان ومعقد جدا فوق ما تتخيل، وكمان برنامج الموهو سهل جدا فوق ما تتخيل، وهو مؤهل اصلا للكاركتر ريجنج والكاركتر انيميشن، وهو مجهز اصلا للحاجات دي، وسهل جدا فوق ما تتخيل، والادوات بتاعته بسيطه جدا وسهل جدا في التعلم، على عكس برنامج زي الافتر افكتس. الافتر افكتس بياخد مجالات تانية زي مثلا انك تحط عليه فيجوال افكتس، الموشن جرافيكس، الانفو جرافيكس، حاجات تانية كتير. ولكن الموهو متخصص اكتر في الكاركتر انيميشن، فبتقدر تطلع بيه بنتيجه في تحريك الشخصيات كويسه جدا. طيب هتقول لي طب لو انا عايز اعمل فيديو موشن جرافيكس وادخل فيه شخصيه، ايه الحل او ايه اللي المفروض اعمله؟ هتعمل الشخصيه بتاعتك او الكاركتر بتاعك على الموهو عادي جدا، وبعد كده تدخله على الافتر افكتس وتكمل المشروع بتاعك. انا عملت كده او بعمل كده في معظم مشاريعي يعني، وده مثال مثلا زي اللي معروض قدامكم دلوقتي. انا فعلا خلصت الكاركتر لوحده كله على الموهو، وبعد كده خدته عملت له اكسبورت ودخلته على الافتر افكتس وكملت فيديو الموشن جرافيكس بتاعي، وده لان الموهو هيديني نتيجه احسن واسرع في تحريك الشخصيات. فعلشان كده انا بقدم لكم كورس تحريك الشخصيات على برنامج الموهو. الكورس ده من الصفر تماما، ده افضل كورس من حيث الكواليتي، لان انا كل مدى بتطور وكل مدى بيعدي عليا وقت اطول في المجال، وبقدر اتطور في الانتاج وفي التصوير وفي الشغل نفسه. فانا وعدكم بنتيجه واستفاده كبيره قوي من الكورس ده، وزائد ان الكورس ده هيكون فيه ابديتس اكتر وهيكون فيه متابعه اكتر بكتير، وهيكون المتابعه تكون على الواتساب على رقمي الشخصي. ولو انت اول مره تتفرج عليا وما تعرفنيش، فانا محمد اسماعيل، انا الستريتور وانيميتور، انا رسام للموشن جرافيك وبحرك الرسومات دي بعمل لها انيميشن، وكل اللي انت شايفه قدامك ده هو امثله من شغلي. واشتغلت مع عملاء وشركات كتيره في السعوديه والامارات وبلجيكا وطبعا مصر، ومؤخرا بقى اللي هو اخر سنتين بقيت ادخل شغل الموشن جرافيكس في الفيديو اديتنج، وبقيت اطلع منتج زي اللي انت شايفينه قدامكم ده. واشتغلت مع قنوات كبيره على اليوتيوب زي قناه دروس اونلاين وقناه بانتو ماس وقناه محمود اسماعيل تي في، وطبعا قناتي الشخصيه. ولو انت ما تعرفش انا عندي قناه برضو شخصيه، القناه دي بنزل عليها توتوريالز تخص المجال. القناه وقت تصوير الفيديو فيها 75000 مشترك، تقدر برضو تبص عليها، فيها توتوريالز برضو هتستفاد منها كتير. وطبعا انا متحمس جدا للكورس ده فوق ما تتخيلوا، ومتحمس ان انا اشوفكم معايا، ومتحمس اشوف تطبيقاتكم، ومتحمس ان احنا نتواصل مع اكتر مع بعض على الواتساب في الجروب. وكمان لو انت في حاجه معينه ما عرفتش تعملها حتى بعد الكورس وطلبت مني درس عليها، هسجل لك الدرس ده في خلال مثلا اسبوع، وبعد كده اقوم رافع لك الدرس ده كدرس في الكورس نفسه، عشان خاطر زمايلك اللي بعد كده يقدروا برضه يستفادوا منه، والكل هيشوفه، والكورس هيفضل متحدث بشكل مستمر. يعني اي حد بيقف قدامه حاجه بعمل له درس ليها وبرفعها. مستنيك معايا في الكورس. السلام عليكم.